الأهلي يبدع ويمتع ويفوز على أسوان بثلاثية نظيفة. الأهلي في 12 دقيقة قدر يحقق المطلوب وينهي المباراة لصالحه في الشوط الأولاني. إبداعات حسين الشحات تتواصل ل... من الجيد للأجد. أكتر لاعب حاليا مؤثر في تشكيل النادي الأهلي هو حسين الشحات، خصوصا منذ كأس العالم للأندية هو بيقدم مستوى كبير جدا. النهارده قدر يصنع 3 أهداف لكهربا، لأحمد عبد القادر، لقفشة، والتلاتة أحسن من بعض. كمان الأهلي النهارده حقق مكاسب كبيرة جدا. أراح حمدي فتحي، أراح علي معلول، النهارده بيدي محمد أشرف لاعب واعد. مروان عطية بيقدم أوراق اعتماده. أعتقد إن المباراة دي النهارده نجم المباراة الأول كان مروان عطية مع حسين الشحات. مروان عطية بيلعب الكرة السهلة، أكتر لاعب بيقطع كورة، أكتر لاعب لمس كورة، الكور الطويلة. متهيألي كده هيبقى موقف عمرو السولية صعب بوجود لاعب مثل مروان عطية. كمان النهارده الاهلي ادى مساحه لكهربا طبعا وسجل الهدف اللي يواصل كهربا ارقامه المميزه جدا. كهربا منذ العوده من الايقاف لعب 6 مباريات مع الاهلي، شارك في 6 اهداف، سجل 3 وصنع 3. كمان النهارده شفنا القندوس، احمد القندوس بيواصل ابداعاته. لعب 20 دقيقه ولكن انت من لمسته بتبان ان هو هيبقى صفقه كويسه جدا للاهلي، وكمان عنده 23 سنه، لسه مستقبل كبير. كولر حقق المطلوب، ريح اللعيبه، يبدا يستعد بقى لمباراه سان داونز. الاهلي في مقدمه الدوري، اقوى هجوم واقوى دفاع. الاهلي السنه دي ما دخلش فيه غير 5 اهداف فقط. محمد الشناوي يتصدى للركله الثالثه خلال 4 مباريات فقط. الاهلي اتحسب عليه 4 ضربات جزاء، امام ريال مدريد تصدى للكره، امام مودريتش، امام فلامينجو دخلت، امام الهلال السوداني وتصدت، امام النهارده اسوان وتصدت. يعني محمد الشناوي صد 3 ركلات جزاء من اخر 4 ركلات جزاء دخل اتلعبوا عليه. فده بيواصل الابداع. محمد الشناوي حارس مصر الاول، اي نعم عنده اخطاء بس لكن كل الحراس عندها اخطاء. انا شايف ان الاهلي في الطريق الصحيح.